السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض صوص الكراميل. طبعا ناس كتير جدا بتيجي تعمل صوص الكراميل ما بيظبطش معاها خالص وبيبوظ معاها. فانا النهارده بقى جايه لك بطريقه هايله سهله خالص بسيطه جدا. خليكي معايا كده لاخر الفيديو عشان تشوفي التفاصيل. اول حاجه كده هنجيب معلقه من النشا، معلقه كبيره من النشا، وبندوبها كده الاول ببق لبن صغير خالص. وبعد كده لما نتأكد ان النشا داب خالص ننزل عليها بكوباية من اللبن، وبعد كده بنركنهم على جنب. بنيجي هنا بقى علشان نكرمل السكر. طبعا بنجيب كوباية كبيرة من السكر وبنحطها في حلة على النار، وبنفضل بقى نقلب فيها كويس جدا جدا. بصي، دي اهم خطوة يا جماعة، دي اهم خطوة، ان انتي ما تبطليش تقليب في السكر. اوعي تسهي عنه او تسيبيه، لانك لو سبتيه على النار من غير تقليب هيتحرق معاكي ومش هيديكي النتيجة اللي انتي حباها. طبعا هنا خلاص كان وصل للنتيجة اللي انا عايزاها. بنزل عليهم بقى كده بمعلقة كبيرة من الزبدة. طبعا بتفضلي تقلبي برضو لحد ما تتأكدي ان الزبدة خلاص دابت مع السكر كويس جدا. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انت شايفة كده، وبيبدأ خلاص كده نتأكد ان الزبدة خلاص دابت مع السكر، بننزل عليهم كوباية اللبن ومعلقة النشا اللي احنا كنا مدوبينهم في الاول. وبنبدأ بقى واحدة واحدة كده نفك الكتل ونفك طبعا السكر. طبعا بيتكاتل كده بيعمل كتل، بنبدأ احنا بقى نقلبها كويس جدا. هو واحدة واحدة كده بيفك لحد ما يبدأ بقى يدينا الصوص الجميل اللي انتي هتشوفيه دلوقتي. طبعا احنا علشان نكسر بقى الطعم بتاع الصوص ده بنحط نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفانيليا، وبنقلبهم كويس جدا. نفضل نقلب كويس جدا 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 لحد ما يدينا النتيجة اللي انت شايفاها دي. عايزة اقولك والله احلى صوص كراميل هتعمليه في حياتك. جربي الوصفة دي، حلوة جدا وناجحة جدا جدا كمان. لكل الناس اللي بتعشق صوص الكراميل وبتحب تحطه على حاجات كتير جدا، جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. وطبعا ما تنسوناش بقى في الاشتراكات وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ومستنية بقى تعليقاتكم ولايكاتكم كمان. ويا رب كده الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. بجد جربي الطريقة هتعجبك جدا. الوصفة سهلة وبسيطة.